اهلا اهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم في فيديو جديد، وفيديو النهارده هيبقى روتين قوي في المطبخ زي ما انتم شايفين كده. طبعا نيمتهم وقلت ايه اصحى بقى اشوف ورايا ايه، لان انا كان ورايا حاجات كتير زي ما قلت لكم ان انا هبدأ بحاجة في المطبخ. بدأت ان انا بالظرف، قلت بعد كده هعمل التلاجة والبوتاجاز، وتحت التلاجة وتحت البوتاجاز. بس لو لسه ما اشتركتيش في القناة، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس، وقوليلي بتتابعيني منين. وعايزة اشكر كل حد بياخد من وقته وبيتفرج عليا او بيعملي لايك او بيعملي كومنت او بيعمل اشتراك في القناة. شكرا لكم كلكم على راسي. هنا بقى قلت ايه، هبتدي الاول ان انا اشطب الحوض عشان عايزة انضف التلاجة والبوتاجاز، فلازم الحوض يبقى رايق عشان اعرف اشتغل. احنا عايزين ان احنا نظبط الدنيا قبل رمضان، مش عايزين نخش رمضان والبيت فيه حاجة. دي اولا. تاني حاجة بقى، مش عايزين حاجة تتكركب علينا، اللي هو نيجي قبل رمضان ب15 يوم مثلا او 10 ايام نلاقي نفسنا ورانا هم ما يتلم. عايزين نبتدي نعمل حاجة زي الدواليب، ظرف المطبخ، الحمام، الحاجات دي نبتدي ان احنا نعملها. الحاجات اللي نعنوش دي احنا نحاول قبل رمضان ب10 ايام مثلا، بس نكون نزلنا الستاير اتغسلت، السجاجيد نزلت اتغسلت عشان الجو ساقع، فالحاجة تلحق تنشف. لكن الحاجات الداخلية دي نحاول على قد ما نقدر ان احنا تبقى ايدينا فيها ونظبطها عشان ما نجيش نتعك قبل رمضان. هنا كنت بفضي التلاجة، مش عارفة ايه اللي وقع في التلاجة، ده اللي خلاني اخد قرار ان انا انضفها. انا بنضفها كل اسبوعين 3 مثلا، 4 اسابيع، كل شهر مرة، على حسب هي اتوسخت ولا لا. فبدأت ان انا اشيل كل حاجة، وقلت ايه هحاول اظبطها واشوف ايه اللي انا محتاجاه وايه اللي انا ايه مش بستخدمه، فهشيله منها خالص ارميه بقى. اشوف ايه اللي فترة صلاحيته انتهت، الكلام ده. آه كنت هقول لكم ايه، قولولي بقى انتوا هتبتدوا امتى، ولا بدأتوا ايه، ومين خلص ومين ما خلصتي. كنت هقول لكم ان في واحده سالتني على الستاند، عشان ما عرفتش ارد عليها قوي في الكومنت. بصي الستاند، آه انا كنت جايباه من على بيج ب2300. هو طوله 155 سنتي وعرضه 60. عرضه 60 والعمق بتاعه 40. انا ما قستش حاجه عندي على فكره، يعني انا حتى ما قستش الميكروويف عشان اعرف هو هيبقى مظبوط عليه ولا لا. انا جبته بالتساهيل صراحه، يعني قلت ايه يا رب اجيبه ويظبط معايا. حتى كنت قلقانه قوي من الاير فراير انها ما تجيش فيه، بس الحمد لله ربنا وفقني يعني، وطلعت ايه مظبوطه بالظبط. فهو غير شكل المطبخ خالص بصراحه، وحاسه ان هو ايه عامل اداء يعني. المهم، هنا بقى ايه، كنت طلعت الحاجه كلها لازم اغسلها، وكنت فاتحه طبعا فاتحه المايه السخنه، لان بقولكم في حاجه مدلوقه. فقلت افتح المايه السخنه بقى على الاخر، بحيث ايه ان انا اي حاجه لازقه تطلع، وبسلكه كده ناعمه وشويه صابون وتيكي تيكي تيك. طول ما ايدك في الحاجه هتعيش معاكي. مش بقولك اعملي كده كل يوم ولا كل اسبوع، لا طبعا احنا ما عندناش صحه ولا جهد للكلام ده يا اختي. احنا عندنا حاجات تاني، يعني مش شغل البيت بس هو اللي هيبقى بالنسبه لنا تارجتس، يعني اكيد لا. بس انتي دايما دايما اي حاجه بتعمليها احتسبيها عند ربنا. يعني مثلا ما تستنيش كلمة شكر من حد، اللي هو ده انا جوزي النهاردة ما شكرنيش عشان عملت له كذا، ده انا ابني النهاردة او بنتي ما شكرونيش عشان عملت كذا. ما تستنيش شكر من حد. احتسبي اي حاجة بتعمليها عند ربنا، سواء ترويق البيت، سواء اكل، سواء المسؤولية اللي انت شايلاها. كل الكلام ده احتسبيه ان انت بتعمليه لوجه الله. ما تستنيش شكر من حد، وما تستنيش حد يقولك شكرا، عشان طول ما انت مستنية شكر من الناس نفسيتك هتتعب. لان مش دايما ان اللي قدامك بيبقى حاسس ان انت بتتعبي، او مش دايما ان البني ادمين يعني بيبقى عندهم السنس ده. لا، في بني ادمين عايشه كده بلا قلب يعني. فما تحطيش اصلا انا ما اتشكرتش النهارده، مش لازم كل يوم تتشكري. هما اكيد شايفين انت بتتعبي قد ايه، واكيد شايفين انت بتعملي ايه في البيت، وان البيت مش نضيف لوحده، يعني مش واحد جه الصبح يروقه، وان الاكل ده ما انتي ما طلبتيش ديليفري ولا واقفه بتطبخي، اكيد انتي اللي عملتيه. فما تستنيش شكر من حد في اي حاجه في حياتك بقى عموما، يعني احتسبيها لوجه الله ان انتي بتعمليها لله، سواء صله رحم،
سواء خدمة سواء مش في البيت يعني، سواء خدمة بره عملتيها لحد صاحبتك اختك قريبتك ايا كان وما تشكرتيش عليها، خلاص مش مشكلة، احتسبيها عند ربنا ان انت بتعاملي ربنا ما بتعامليش الناس. هنا بقى كنت خلاص صبنت التلاجة، وابتدي بقى ان انا انشفها عشان مش عايزة فيها ولا نقطة مية عشان ما تعملش ريحة ولا الكلام ده. من الحاجة اللي بخاف منها انها تعمل ريحة من الحاجات يعني التلاجة، ببقى لو فتحت التلاجة وشميت فيها ريحة يا خرابي على اللي ببقى حاسة بيه. لا، ما انا عندي اصلا مشكلة ان انا عندي هس نظافة، عشان كده تلاقوني طول الوقت بروق في البيت، خصوصا ان انا عندي كلبة، فتحسوني طول الوقت اللي هو انا عايزة اشم ريحة البيت طول الوقت حلوة. وصل اللي عندهم حيوانات لازم يبقى ايديهم في البيت طول الوقت طول الوقت، اللي هو ما انتي ما بتقعديش اصلا. هنا بقى كنت زي ما بقول لكم بنشف التلاجة، خلاص كده نشفتها. اكتبوا لي بقى في الكومنتات بدأتوا ايه وعملتوا ايه ومين خلص ومين ما خلصتي وبدأتوا بايه والكلام ده، وخصوصا ان المدارس كمان الاسبوع الجاي، فحاجة حزن الحزن بقى. الحمد لله انا لسه ما وصلتش لموضوع المدارس ده، بس عندي صحابي بقى طبعا عندهم ولادهم في مدارس وكده، فحزن الحزن بقى يعني بتروق الشقة وبتظبط الدنيا عشان رمضان ودخلت المدارس، فحزن بقى. ربنا معاكم كلكم ان شاء الله، ويخلي لنا ولادنا كده ودايما فرحانين بيهم. بدأت بقى هنا ارص الحاجة، الرف اللي فوق ده دايما بحط فيه الجبن بقى واللانشون والحاجات عشان يبقى بعيد عن الاكل يعني. بدأت احط علب التلاجة بقى والخضار، والعلبة الصفرة دي فيها جبنة قريش. بدأت بقى كل حاجة ارصها مكانها، وعايزة انزل اشتري بيض، ما عنديش بيض خالص فعايزة انزل اجيب. وفوق بقى طبعا ازايز المية، احنا مش بنشرب مية ساقعة، بس انا ساعات بحب اشرب مية ساقعة في الشتاء على فكرة، تحسوا تخلف بس انا بحب. قلت بقى اخلي الرف اللي فوق ده احط بقى فيه الصلصة، علب الصلصة اللي انا فاتحاها، تحت بقى احط الازايز وكده، وفوق بقى احط دبس الرمان والصويا صوص والحاجات دي. وانا بحط الدقيق في التلاجة، وبحط البقسماط برضو في التلاجة، بخاف بصراحة موضوع الصوص ده بقلق منه يعني، عشان كده دايما ببقى حاطه الخزين في الظرف من فوق، ما بحطش الخزين من تحت عشان بخاف انه يسوس. انا كده خلاص خلصت التلاجة، هبتدي بقى ان انا ازقها واعمل من وراها. طبعا انا كنت بسابق الوقت لان انا كنت عايزه انزل اشتري، كان عندي مشوار يعني، عايزه انزل اشتري حاجات، فكنت عايزه انجز وقت قبل ما انزل يعني، على الاقل اكون خلصت التلاجة والبوتاجاز وانزل، بس طبعا ما لحقتش، خلصت التلاجة بس ونزلت، ولما رجعت كملت بقى. هنا بقى بعمل تحت التلاجة عشان انا عايزة لما اجي اروق المطبخ اروقه بقى كده من على الوش، اللي هو ما بقاش شايله هم ان انا هعمل من تحت حاجة او ازق او كده. طبعا المطبخ المفتوح ده اجارك الله، طبعا هي غلطة، بس انا عشان لما اتجوزت ما كانش عندي خبرة قوي، فتلاقوا بقى كور لعب. طبعا ديفا ويوسف بيلعبوا في المطبخ هنا لما اكون بعمل حاجة، مثلا الاتنين بيقعدوا معايا هنا، فكور بقى ديفا طبعا بتلعب بالكور، فهو يجيبها لها فتخش تحت المطبخ، فقصة قصيرة حزينة يعني. هنا بقى كنت بصبن الحيطة اللي ورا التلاجة، وكده خلصت بقى هرجع التلاجة مكانها. مش قادرة اقول لكم انشكاحي بقى وانا داخله المطبخ وحاسه ان كل حاجه في المطبخ تحتها نظيف، انشكاح والله يعني، دي اسعد لحظات حياتي. هنا كنت نزلت ورجعت، فقلت بقى اشيل عيون البوتاجاز انقعها الاول، وعشان ابتدي ان انا اصبن البوتاجاز والفرن واشيل الازاز بتاع الفرن وكده. عايزه اقول لكم ان انا تعبت في الفيديو ده قوي، فما تنسونيش باللايك واكتبوا لي كومنت حلو كده زيكم. وهنا بقى كنت سخنت الكتل وقلت هسيب العيون تتنقع شويه لحد ما اخلص تصبين البوتاجاز. انا مش بحط حاجه فيها، انا حطيت بس اللهلوبه دي وشويه ميه سخنه وعصرت ليمون، ما حطيتش حاجه تاني لان انا اصلا عندي العيون ايدي فيها على طول فمش متوسخه. لا، هي العين اللي في النص دي مش عارفه بتهبب بطريقه، تقريبا مره نسيت عليها حاجه فتره طويله فاتحرقت، من ساعتها بقى مش عايزه تنضف بصراحه، لكن كل العيون عندي كويسه الا دي، تحس ملبوسه ولا فيها ايه. وانا اصلا البوتاجاز ده مضايقني بطريقه لان بيهبب الحلل قوي، مش عارفه ايه السبب بصراحه، فالموضوع مضايقني. طبعا هنضف البوتاجاز كويس واركب بقى الظهر بتاعه لان انا شايلاه بقى ليه حبه، فقلت تغيير بقى هركبه اشيله كنت حاطه ورا البوتاجاز يعني. هخلص بقى كده واقوم مركباه
عشان يبقى خلاص كل حاجة في المطبخ تمام. ونحط بقى، نجيب زينة ونجيب حاجات. انتظروا فيديو زينة رمضان، هجيب زينة قمر ان شاء الله يعني. طبعا هنا انا جيت من بره، كنت قاعدة قلت اشتغل على طول، ولابسة جاكيت اللي هو انا مش عارفة اتحرك بالجاكيت اصلا، فقلعته بقى بعد كده. قولولي بقى خسيت ولا لا؟ الناس اللي شافت الفيديوهات اللي فاتت واول فيديو خلص على القناة ارجعوله، قولولي خسيت عن اول فيديو ولا لا. وقولولي والنبي ان انا خسيت، عشان انا يعني عامله تارجت جامد قوي مع نفسي يعني. قطع رز ومكرونه وعيش وحاجه ايه، مش قادره اقول لكم يعني الدايت عامل عمايله معايا. لو عايزين نصايح عن الدايت قولولي، عشان بقى عندي خبره قويه قوي في الموضوع ده. يعني الحمد لله الحمد لله، فضل ونعمه يعني من ربنا. انا بقيت 59 كيلو، فمن 104، عشان بس الناس ايه كنت 104 حرفيا. فالحمد لله بقت 59، وده تارجت عمري ما كنت احلم ان انا اوصل له اصلا يعني، الحمد لله. هنا بقى شايفين طبعا الازاز بتاع البوتاجاز كان عامل ازاي، مش قادره اقول لكم يعني. قعدت بصراحه كتير قوي بدعك فيه عشان ينضف. قلت بالمره بقى بما اني شلته فمش هكروته يعني، هعمله كويس. الفيديو النهارده تحفيزي من الدرجه الاولى. اتحداكي ان انتي تقومي بقى وتشوفي كده وراكي ايه، وما تكسليش، وتشوفي ايه اللي انتي لسه ما عملتيوش وتعمليه. وطبعا الفيديوهات الجايه هنعمل مع بعض بقى، ونشيل فرش الصالون، وننزل النيش والبوفيه، ونبتدي ان احنا ايه حاجه حاجه كده مع بعض، ونشجع بعض. الهدف من الفيديوهات دي ولا اي حاجه غير انها فيديوهات تشجيعيه، ان انا بديكي بس باور ان انتي تقومي. انا حتى نفسي لما بتفرج على فيديوهات زي دي واحس نفسي ان انا لا مكسله، لا بقوم وبشوف شغل البيت. هنا الفرن من جوه كنت شاويه فراخ، فالصاج من تحت كان زي النيله، بس يعني ايه طلعته وقعدت اصبن فيه طبعا. بصراحه اليوم ده انا ارهقت وتعبت جدا جدا، ايدي باشت حرفيا، بس الحمد لله بفايده يعني، كله في الاول وفي الاخر ليا. عشان كده مش عايزه اكروت، لان انا لو كروت لنفسي يعني برضو انتي نفس الكلام، محدش هيجي يعملك حاجه. فدايما حطيها كده في بالك، ان انتي لو ما عملتيش حاجتك بضمير، لان هي في الاول وفي الاخر حاجتك، لو ما عملتيهاش بضمير محدش هيجي يعملك حاجه. فحاولي على قد ما تقدري ان انتي ايه تعملي بضمير كده، عشان خلاص تبقي عارفه مثلا ان انت هتسيبي الحاجه دي شهر 2، لا انت ضامنه ان هي نظيفه وكويسه، مش هتضطري ان انت تشيليها كل شويه تعمليها، والدهون بقى تتراكم عليها وتيجي زي ما انا عملت كده. انا بقالي كتير قوي ما شلتش ازاز البوتاجاز ده كتير، ما كانش بيجي في بالي صراحه. فحسيته بقى كده لما بقف ابص عليه من بره، لا حاسه مش احسن حاجه يعني. فقلت لا لازم اشيله واصبنه كويس. فخد معايا وقت ان انا انضفه، لان انا بقالي كتير ما عملتوش. فزي ما بقول لكم، طول ما احنا ايدينا في الحاجه مش هتاخد مننا وقت نهائي. هنا بقى كنت بركبه تاني. هو اصلا يعني شيله وحطه سهل. هي الفكره بقى في ان انا بخاف يتكسر مني. انا مشكلتي ان انا بخاف على حاجتي قوي يعني، انا عندي مشكله ان انا بخاف على حاجتي، فبخاف بقى تتكسر تتخبط، ولو حاجه باظت او كده تلاقوني قاعده بندب جنبها. مش عشان يعني انا عارفه ان عمرها وكل حاجه، بس انا بحب حاجتي، من الناس اللي بتحب حاجتها قوي. خلاص هنا بقى قفلته. البوتاجاز بقى قمر والله. عارفه الواحد بقى نفسه يقف يطبخ عليه. هو ما ينفعش نطبخ على البوتاجاز من غير ما يتوسخ بجد يعني. يعني ما ينفعش نقف نطبخ كده والبوتاجاز نضيف ما يجرالوش حاجه. هنا بقى جبت فرشة السنان دي، انا مش بستخدمها، حطها في درج المطبخ. بعمل بقى بيها ايه الفواصل اللي هي بتاعه الاشعال دي، عشان ما بعرفش طبعا اوصلها بستلكه ولا الكلام ده. ما اضطريتش بقى ان انا احط سترس. بصراحه سترس بوظ لي ظهر البوتاجاز، كان عليه دهون في مره ورشيت عليه بقع لي الظهر بتاع البوتاجاز. يعني مش عارفه هو حلو ومش حلو يعني. انا لحد دلوقتي مش عارفه احكم عليه بصراحه. ساعات بينضف وساعات بيبقع كده لا يعني مش حباه، حتى بطلت اشتريه. عايزين كل فيديو كده نختار موضوع، انتوا اكتبولي يعني في الكومنتات، نقعد نتكلم فيه مع بعض واحنا شغالين كده. في الموضوع اللي انا عايزه اكلمكم فيه النهارده، ان البنت لما بتيجي تتجوز بتبقاش عارفه حاجه، والمسؤوليه بتبقى كبيره عليها. ازاي نقدر نتخطى الموضوع ده؟ بصوا انا هقول لكم. انا لما جيت اتجوزت طبعا ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه، اصلا ما كنتش بشيل كوبايه في بيت اهلي غير كل فين وفين، طبعا بالخناقات كلنا هذا الشخص يعني، وماما قوموا اعملوا قوموا سووا.
لما اتجوزت حسيت المسؤولية كبيرة عليا، وان لا انا مش قد المسؤولية ديت، وانا ايه اللي خلاني اتجوز اصلا والكلام ده. ربنا بيعين، ومع الوقت واحدة واحدة بتتعلمي يعني بتاخدي خبرة، وبتتفرجي على فيديوهات مثلا زي الفيديوهات دي. لو جوزك مثلا راجل يعني صبور هيصبر عليكي، مش هيفضل بقى كل شوية يقطمك وانتي بتعملي وانتي ما بتعمليش. يعني انا افتكر اول مرة جيت عملت فيها اكل، طبعا انا اتجوزت قبل رمضان ب10 ايام، فتخيلوا بقى المسؤولية، يعني ان انا مسؤولية عن حد بفطره، وانا اصلا كنت بقوم عند ماما من المغرب، يعني اصحى المغرب اقعد على السفرة على طول. فاول مرة جيت طبخت فيها عملت رز معجن. تخيلوا بقى احنا فطار وهنفطر وانا عاملة رز معجن. طبعا جوزي استقبل الموضوع بصدر رحب يعني، وقال لي مش مشكلة ما فيهاش حاجة. طبعا اول 10 ايام الواحد ما بيطبخش بقى، ماما تجيب لي اكل مش عارف ايه الكلام ده، نجيب اكل من بره، ما طبختش طبعا. واول يوم رمضان كنت عند ماما، تاني يوم رمضان كنت عند حماتي، وتالت يوم رمضان بقى اللي هو اللي انا عملت فيه الرز المعجن ده. فبصراحة جوزي صبر عليا كتير، يعني انا كنت في البلالة خالص يعني. فالواحد يعني الواحد لما بيلاقي مثلا كلمة حلوة اللي هو خلاص مش مشكلة فداكي، ايه الموضوع يعني، لا عادي ان شاء الله المرة الجاية يظبط الكلام ده. فهوني على نفسك عادي، مش اخر الدنيا يعني، كلنا عملنا اكل بايظ، وحتى دلوقتي ممكن ابقى ماليش نفس اطبخ يعني، واجي اعمل اكل اعملها وحشة. فعادي هونوا على نفسكم، مش قصة يعني ان انت تتجوزي وانت ما بتعرفيش تعملي حاجة. مفيش حد اتجوز وهو بيرفكت، الا بقى ايه اللي هي اصلا كانت ايديها في المطبخ في بيت اهلها يعني عموما. فهونوا على نفسكم الموضوع. عادي ان انت مش قادرة تروقي يوم، مش قادرة تعملي اكل يوم، في يوم صحيتي من النوم حاسة ان انت ما عندكيش شغف تعملي اي حاجة وعايزة تنامي، البيت مكركب، البيت مبهدل. عادي، انا ساعات بيجي عليا وقت ان انا مش عايزة اعمل حاجة، يعني مش عايزة اطبخ، مش عايزة اعمل اكل، مش عايزه اروق، مش عايزه ادور الغساله. في اوقات بتيجي عليا ان انا لا عايزه اصحى من النوم انزل، انا النهارده طالبه معايا مثلا ان انا اخرج، مش عايزه اقعد في البيت. بصراحه جوزي بيطوعني، اللي هو قالوا انا هنزل النهارده، مش عايزه اعمل اكل وراح عند ماما مثلا، او خارجه مع واحده صاحبتي او كذا، ايا كان المشروع اللي انا مخططه له يعني. ما بيقوليش لا مثلا ايه ده، طب انا هاكل ايه، طب انتي مش هتعملي لي اكل، طب يقولي خلاص ماشي. هو خلاص السيستم او اتأقلم ان انا بيجيلي وقت كده موت في الشهر اللي هو انا مش عايزه اعمل حاجه، فبيطوعني بصراحه. فانتي لازم تتكلمي، يعني تتكلمي مع جوزك اللي هو مثلا انا النهارده مخنوقه، انا حاسه ان انا عايزه اكل بره، يعني لو في امكانيه يعني انا عايزه اكل بره، انا مثلا مش عايزه اطبخ، ممكن ناكل اي حاجه. يعني انا جيت في مره كان في الصيف ومش عايزه اطبخ، قلت له بص معلش انا مش هطبخ النهارده، انا هناكل جبنه وبطيخ وعيش وكده، وهات عيش وانت طالع. قال لي خلاص اوكي. مش بقى لا وانا اتغدى جبنه وبطيخ ليه؟ طب حاولوا تهونوا الدنيا على بعض. ولو لقيتي جوزك من الناس اللي بتتنشن ولازم كل يوم ياكل لحمه وفراخ، او لازم كل يوم تقفي تطبخي، اتكلمي معاه، يعني قولي له انا بني ادمه وبيجي لي وقت ببقى زهقانه، ببقى مخنوقه، مش عايزه اقف في المطبخ، مش عايزه اعمل، حس بيا الكلام يعني. حاولي تتكلمي وما تكتميش في نفسك، ما تقوليش لا اصل هو مش هيفهمني، اصل هو مش هيقدر. لا هيقدر. كتر الكلام، كتر الكلام، مش بقولك اشتكي، مش بقولك شكوى، لا اتكلمي. قولي اللي انت حاسه بيه، انا مخنوقه، انا ساعات بقول لجوزي انا ظهري وجعني عادي، واحنا اقول له انا ظهري وجعني جدا، النهارده انا وقفت في المطبخ وعملت كذا كذا وظهري وجعني. يقول لي لا معلش ما تعمليش كتير، لا طب اقعدي ريحي شويه، مش كل يوم ترهقي نفسك. اللي قدامك بيبقى حاسس بيكي، بس يعني انت لازم اللي تفتحي الكلام. ما هو مش معقوله هو هيحس ان ظهرك وجعك مثلا، ما هو مش هيحس ان انت متضايقه ومخنوقه من نفسه. انت لازم تقولي علشان اللي قدامه يوصل له الفكره دي. ما هو انا مش هحس اللي قدامي زعلان، مش هحس اللي قدامي متضايق، انا فيا اللي مكفيني وقاعده طول اليوم بعمل حاجات في البيت، فمش هبقى فايقه بقى ان انا اركز اللي قدامي ظهره وجعه ولا ظهره مش وجعه.
فهونوا الدنيا على بعض، وحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا ما تبقوش شكايين. ممكن تشتكي بس مش الشكوى اللي تخلي اللي قدامك قرفان، لا الشكوى العاديه اللي هو انا النهارده تعبانه، ده انا ظهري وجعني، هيقولك مثلا الف سلام عليكي مش عارف ايه. خلاص انت طلعتي الطاقه اللي جواكي، طلعتي الشحنه اللي موجوده جواكي، خلاص عدي بقى دنيتك. ما تفضليش قاعده قلبه وشك، ما تفضليش قاعده متضايقه. كده كده شغل البيت مش هيخلص، كده كده الاكل كل يوم هتطبخي، الطبيخ مش هيخلص. مسؤولياتك مش هتنتهي، مش هتاخدي اجازه من مسؤولياتك الا لو انتم متفقين على الكلام ده. اللي هو انا مثلا، يعني انا مثلا واحده من الناس يوم الخميس ما بطبخش مثلا، يعني مش يعني خميس وجمعه، يعني عشان هو يوم الخميس بيخرج مع اصحابه وانا يوم الجمعه بخرج، فاحنا متفقين ان انا خميس وجمعه مش بقف في المطبخ. عشان كده تلاقوني مش بنزل فيديوهات وكده، وما بعملش حاجه في البيت، وما بروقش وما بطبخش، واخده اجازه. المطبخ مقفول خميس وجمعه، احنا متفقين على كده من ساعه الجواز، خميس وجمعه المطبخ مقفول. فهو مشروبات بس. حتى احنا نقعد نتريق لما حد مثلا يجي لي خميس او حاجه، ايه ده انتي مش عامله اكل؟ لا المطبخ اجازه خميس وجمعه. فاهمين؟ فانتوا حاولوا تسستموها على، يعني تسستموها كده بينكم وبين بعض، وهونوا الدنيا على بعض وتكلمي معاه. انا كده خلصت، وده بقى شكل المطبخ في النهايه. انا تعبت